مرحبا بكم في باباراتزي ستار. بعد غياب طويل على الدراما التونسية وحتى العربية، يوم السبت الفارط الممثلة سناء كسوس أو سناء يوسف كما يعرفوها في العالم العربي كانت ضيفة هادي زعيم في برنامج فكرة سامي الفهري. هذا الظهور كان الأول من نوعه في برنامج تلفزي تونسي بعد غياب طويل. تحبوا تعرفوا شو حكيت؟ Let's go. سناء كسوس أو سناء يوسف غابت عن التمثيل من مدة، وأبهرت جمهورها منذ أسابيع بظهورها بإطلالة مميزة تجمع بين السفسيري التونسي واللباس الروماني في افتتاح أيام قرطاج السينمائية. إطلالة اعتبروها خبراء الموضة من أجمل الإطلالات السنة، وتسألوا عن سبب غياب سناء على أيام قرطاج السينمائية وعلى الأعمال السينمائية والدرامية بصفة عامة. وهوني خرجت سناء عن صمتها في برنامج فكرة سامي الفهري وقالت اللي هي من سنوات ما جاتهاش دعوة للحضور المهرجان. حكيت سناء يوسف زادة عن سبب غيابها عن التمثيل، وفهمنا لي سناء فرغت وقتها الكل بعد زواجها الابن وعندها حنين كبير للدراما وللتمثيل، وما اعتزلتش كما برشا عباد قاعدين يروجوا، لكن تم تغييبها عن الدراما التونسية والعربية وما جاتهاش عروض. ومن سنتين تقريبا في الجزء الأول من مسلسل الفندق سوسن جمني اقترحت الدور على سناء اللي ما نجمتش تشارك بسبب أزمة الكورونا. وعن حياتها الزوجية وضحت سناء اللي هي حبت أبو ابنها رغم فارق السن اللي بيناتهم وتزوجته عن حب، لكن في مرحلة ما الحياة بيناتهم أصبحت مستحيلة وصار الطلاق، ونفات إشاعة اللي هي خذته طبعا في ماله أو إنه ينجلها مسلسلات وأفلام. وعن حياتها المهنية أكدت سناء إنه دخولها المجال التمثيل كان بالصدفة لأنها كانت تحب تولي فنانة، وقالت إنه أكثر مسلسل كان تحدي بالنسبة لها من كل النواحي كدور وأداء هو مسلسل عودة المنيار في دور شمس اللي خلى الجمهور يكتشف قدراتها كممثلة. وبعد مسلسل عودة المنيار سناء يوسف قدمت دور بطولة إلى جانب العملاق فتحي الهداوي في مسلسل صيد الريم اللي حصد عديد الجوائز. بعدها سناء توجهت لمصر وين أصبحت معروفة في العالم العربي، وأول عمل قدمته كان مسلسل فرقة ناجي عطلة بطولة إلى جانب النجم الكبير عادل إمام. وقتها تعرف الجمهور العربي على اسم سناء يوسف. وبعد دورها في المسلسل سناء يوسف قدمت عدة أعمال أبرزها فيلم دلع بنات، لكن من عام 2015 سناء ما قدمت حتى عمل جديد وسمعنا برشا إشاعات على إنها باش تتوجه للغناء. وهوني سناء قالت اللي هي بالحق سجلت غنية وكانت باش تطلقها لكن مازال المشروع ما تمش بعد. سناء يوسف هي واحدة من الممثلات التونسيات اللي مازالت لليوم نشوفوا مسلسلاتها تتعاود على التلفزة الوطنية، وهي ممثلة ممتازة تستحق إنه نشوفوها في أعمال جديدة وعليش لا في أدوار مختلفة. باش تعرفوا كل جديد وأكثر أخبار خليكم متابعين على باباراتزي ستار.